صباح الخير بنات، واش راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير. نقولكم توحشتكم بزاف بزاف. وهذا اليوم حندير لكم كيكه رائعه جدا جدا، تورته بمذاق الفراوله. حنهديها لكامل المشتركي تاوعي اللي في القناه، بمناسبه وصولي الى 5000 مشترك. نقول لكم شكرا شكرا بزاف بزاف على الاشتراك. مزيد من التشجيعات، وباذن الله حنزيد وصفات يعني رائعه جدا. اذا هذا يعني التورته هديه لكم من قلبي. نقول لكم نحبكم بزاف بزاف. نشوفوا مع بعض المقادير. عندي جينواز. هاد الجينواز كنت خدمتها سابقا، تلقاو الرابط اسفل صندوق الوصف. كذلك نحتاج الى نصف لتر من الحليب، نحتاج وحده فلون نوارة، نحتاج الى كريم باتيسير او 3 ملاعق نشاء، وتزيدوا لهم 3 ملاعق سكر. اذا ما كانش عندكم يعني الكريم باتيسير، هذه الاخت تاعي اللي بعثتها لي، نحييها منا. كذلك هنا عندي نصف كأس من غبرة الشونتيي، ونصف كأس من حليب بارد جدا، وكذلك الكولي الفخاز أو صوص الفراولة اللي كنت حضرته معكم سابقا. كذلك تلقاو الرابط أسفل صندوق الوصف. نمر مع بعض إلى طريقة التحضير. المول يعني مول القلب حنديرها لكم يعني من قلبي. راح نقسم الجينواز تاعي بهذا الشكل، والباقي راح نحتفظ به يعني في علبة بلاستيكية محكمة الغلق. ان شاء الله راح نديروا وصفات بهذا الجينواز اللي بقات لي. هنا حنجيب القليل من الحليب، راح نسقي الكيكه تاعي شويه فقط باه تجي رطبه. نسقيها كامل بهذه الطريقه. للكريمه راح نحتاج هنا نصف لتر من الحليب، كذلك 3 ملاعق كبيرة من كريم باتيسير، أو تقدروا تعوضوها بالنشاء وتزيدوا لها 3 ملاعق كبيرة من السكر. كذلك حنزيد الفلون، ذوق الفراولة، تقدروا يعني تستغنوا على هذا الذوق ماشي شرط. كذلك نزيد القليل من معطر الفراولة للنكهة فقط. راح نخلط كامل هذا المقادير ونحطها على النار حتى تعقد لي يعني حتى يعقد لي هذا الخليط، ونعود فيما بعد ان شاء الله. الكريمه تاعي يعني راهي عقدت مليح. ها هي نستمر في الخلط شويه، ونبدا نفرغ الخليط فوق الجينواز تاعي. بسم الله. هنا بعد ما ضفت الخليط تاعي راح نحطه في الثلاجه مده نصف ساعه حتى يبرد مليح، بنديروا لاكريم شونتي تاعي. هنا بعد ما بردت لي تقريبا ساعه راح ندير لا شونتي اللي طلعتها كامل في هذا المول. استفها مليح. هنا بعد ما سقمت كامل الخليط تاعي رايحه نفرغ يعني صوص كراميل اللي كنت درتها سابقا. تلقاو الوصفه اسفل صندوق الوصف. هنا رايحه نقسم لكم شويه باه تشوفوا فقط القوام تاعها. بسم الله. نحي شويه. هاهي يعني تجي هشيشه بزاف وخفيفه، رائعه في المذاق. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم وتبارطاجيو للاصدقاء. كذلك نستنى في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.